اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. هنعمل النهاردة فراخ بطريقة بجد مش هتبطلي تعمليها بالطريقة دي وهتشرفك في أي وقت. وولادك هيطلبوها منك كتير. أول حاجة طبعا هنجيبوا الفراخ زي ما انتم شايفين، نغسلها حلو وننقعها ونجهزها. دي هنا بقى التتبيلة بتاعتنا، وهي فصين توم وبصلاية كبيرة وطماطماية صغيرة وليمونة وقرن فلفل حامي او بارد حسب ما تحبي. ممكن تحطيه احمر او اخضر، مش هتفرق كتير. اول حاجه هنضرب كل اللي كانوا معانا في الطبق، الطماطم والبصل والليمون كله كده في الكبه. وهنبدا بقى نحط الفراخ في البوله بتاعتنا، ونحط عليها التتبيله اللي احنا عملناها دلوقتي. تمام، ادي ايه الفراخ، بسم الله. هننزل بقى ايه بالتتبيله، ونبدا نحط في كل حتة فيها، لأن احنا هنعملها أهم حاجة التتبيلة دي من قبلها بيوم. يعني ممكن تعمليها قبلها بساعتين، بس يفضل انها تبقى من بالليل مثلا وهتسويها الصبح. انا كده كنت بجهزها بالليل. وهنا بقى البهارات بتاعتي، بهاراتك بسيطة خالص. هنا ورقة لورا وبهارات فراخ وملح وفلفل اسمر ومعلقة سكر. هنبدأ بقى ايه نحط كل البهارات نخلطها فيها معاها كده كويس. وهنبدأ بقى ايه المقادير بتاعتنا. هنا انا حطيت ربع كوباية لبن، لو متوفر عندك زبادي حطي كوباية او معلقتين زبادي كبيرة، وكمان ربع كوباية زيت. يبقى ربع كوباية زيت وربع كوباية لبن لو مش متوفر الزبادي. لو متوفر الزبادي حطي معلقتين كبيرة. وهنعصر الليمونة، وكده يبقى خلصناها اهي. تمام، ادي التتبيلة بالملح بكله. هنبدأ نسيبها من بالليل لحد تاني يوم. تاني يوم بقى اهي الصبح كانت بدأت تاخد بقى من تتبيلتها وتبقى حلوة جدا. هنبدأ بقى ايه عشان نسويها ونجهزها. هنسويها في الكيس الحراري. بسم الله، يلا نفتح كده مع بعض. ما تنسونيش بقى في اللايك، ما تنسوش كده ايه لايك كده وكومنت والاشتراك في القناة. بسم الله، يلا كده ايه نبدأ بقى ايه الفراخ كده بالتتبيلة بتاعتها كده واحدة واحدة، وترصيها جوه الكيس الحراري. بسم الله. ادي كده زي ما انتم شايفين، وانا حبيت ارصها معاكم واحدة واحدة. بسم الله. ادي كمان الجزء التاني. كده خلصنا. كده بقى هنحط التتبيله كلها اللي كانت عامله معاها، اللي انا كنت متبلاها بيها. ومش هنحط لها اي سوائل تانية، هي دي. وهنبدا ايه نخلي الكيس جواه هوا كده ماشي. ونبدا ايه نعمله من اطرافه، نربطه من اطرافه خالص. ادينا ربطناه. وهنبدا ندخله الفرن. يلا نبدا مع بعض بقى. في الوقت ده هنعمل الرز. الخلطه معانا. هنا جبنا معلقتين زيت كبيره وحطينا عليهم بصلايه مبشوره، وسط، مش كبيره ولا صغيره. وهنبدا، انا مش عايزه البصله دي تتحمر عشان ما تاخدكيش لطعم تاني. فاحنا عايزينها بالطعم اللي يمشي مع الفراخ، مش طعم مثلا انها تديكي رز الصياديه، لا. ما تحمريش البصلايه. هنا انا البصلايه اول ما بدات تدبل معايا رشيت عليها رشه الملح بتاعه الرز كله، يعني قلت الملح بالمره. وابدا اقلبها كده تقلبتين. واجيب معلقه سكر كبيره مليانه. تمام، ادي بصي كده، ادي معلقه سكر. هنبدا بقى ايه نقلبها كويس. واول ما يعني تبدا تكرمل معاكي بسيط، يعني مش لازم ان انت ايه تحرقيها ولا لا ولا تاخد لون جامد. بصوا هنا بدات تكرمل معايا. رحت نازله عليها بالبهارات بتاعه الكبسه. هي عود القرفه و... والبهارات كلها لو متاحه عندك. لو مش متاحه هتحطي كاري وكركم وعود قرفه او رشه قرفه من ناعمه، مفيش مشكله. وهنحط فلفل اسمر برضو. تمام، ادي ايه قلبناها. نفضل نقلبها كده شويه، ونبدا بقى ننزل عليها بالشوربه المتاحه عندك او ميه. انا ما كانش عندي متاح شوربه وقتها فحطيت لها ميه. فهنا بصوا كده ادي حطينا الميه بتاعتها، وهنبدا نقلبها ونغطيها ونسيبها. اول ما تغلي غلوتها نهديلها النار. ونبص بعدها بعد ما نغطي عليها، نبص بقى على الفراخ بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. بصوا الفراخ ما شاء الله. بصوا، اهم حاجه لما بتسيبيها تاخد راحتها في الكيس بتديكي اللون الحلو ده. فتحنا الكيس زي ما انتوا شفتوا. لو انت حابه ان انت ما شفتيش اللون ده، شغلي عليها الشوايه مش هتفرق. اهم حاجه انها تكون خدت السوا بتاع اللي انت عايزاه. هنبدا لسه طبعا الفراخ كده ما خلصتش، نكمل معانا. احنا شغلنا على الفحمه، ولعنا على الفحم حته فحمه كده كبيره. وكمان كنا محضرين البصل والطماطم والفلفل في معلقه زيت. وهنبدا نخليهم يتبلوا ويستووا على النار من غير ما ياخدوا لون. ونحط برضو الملح بتاعنا والفلفل الاسمر ونقلبهم كويس. بسم الله. ما تنسوش بقى اللايك.
تمام. بص شايفين ادي كده ايه البصله والطماطم بدات تدبل. هنبدا كده نسمي الله ونرص عليها ايه الفراخ بتاعتنا. الطريقه دي بجد جربيها هتعجبك جدا وهتطلب منك كتير بنفس الطريقه. احسن من الجاهزه بكتير واحسن من المطاعم. حاجه كده ما شاء الله. شايفين ادي كده ايه الفراخ بدأت كده ايه اقلبها في الخلطة دي كويس. ادي قلبناها كويس كده في الخلطة. هنبدأ بقى ايه نسمي الله ونجيب بقى الفحم. انا هنا الفحم حطاه كأنك انا حاطة كمية فحم يعني كتير، علشان تدي كأني شويها من اولها لاخرها على الفحم. يعني كمية الفحم اللي انا حطيتها دي كأني انا كنت بشويها على الفحم. وانقط كده جبت ازازة كانت فاضية فيها نقط زيت بس، ورحت فضيت النقط دي وبدأت ان انا احطها وهغطي عليها هكتم عليها كده بقى. هتديكي الايه التيست ان انت كنت كأنك شويها على الفحم من اول ما قطعتيها وهي نية وتبلتيها كده ايه. الفراخ كده ما شاء الله جربوها. يلا بقى كده شوفوا شكل الفراخ النهائي. بسم الله ما شاء الله كانت حاجة تفتح النفس. تعملي بقى جنبها المقبلات سلطة طحينة سلطة بنجر سلطة خضراء مخللات شيبسي كل ده بيبقى جنبها وعيش والرز ده حاجة كده ما شاء الله. جربوها هتعجبكم وربنا يديمها نعمة علينا ويحفظها من الزوال ويبدلنا خيرا منها. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب وصفاتي تعجبكم واتمنى اللايك على الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.